السلام خوت ورحمة الله وبركاته. هذه قصة نحكيها لكم على واحد المغربي، نفس المشاكل اللي كطرا. يعني أكثرية ماشي كلشي، ولكن أكثرية مشاكل ديال واحد المغربي مع واحد المكسيكي. ثاني مشكل آخر. المهم أنا كنعطيكم هاد القصص باش تاخدوا منها العبرة، ماشي غير بتشوف تصمت وتاخدوا بها العبرة. راه اللي كيطرى لواحد تطرى لأي حاجة لأي واحد. علاش؟ على دابا كنعطيكم كانوا كيديروا مسلسلات قديم، مثلا مسلسلات مغربية كتهضر على واحد القضية ولا واحد المشكل ولا واحد في المجتمع. كاين شي وحدين راه باش هما يستافدوا من هذاك المسلسل راه كيصيفطوا لهم رسائل كيبداو يضحكوا ولا يقولوا مسكينة مسكينة، ولا كيهضروا عن جينيرال حدي راسك، راه هما كيصيفطوا رسائل باش تستافد منها، ولكن للاسف حتى واحد ما كيستافد. لا تقعد عيا ما تهضرش، عيا ما توصل، والو ما كتستافد، هذا ما كتستافدش. المهم الخوت، واحد القضيه غنقول لكم هاد القصه، ولكن قبل شوفوا، لا تلاقى واحد اي واحد مع اجنبيه كما كان النوع ديالها وياك تكون يعني صفحه بيضاء معاه، يعني تقول لها كل شيء من اتى لزاي، كاع اللي عندك تخوي الاسرار الماضي ديالك العائله ديالك. لا، هذا هو الخطا الكبير اللي كيديروا الاكثريه، لانه كيطرى المشكل من بعد وكتزوج وكترجع مشى كترجع لك كلشي. هذه الاولى. الثانيه هما الاجانب الاجنبيه مستحيل تقول لك كلشي، كتقول لك اللي باغا هي واللي باغي تسمع انت. مستحيل تقول لك الاسرار ديالها وتقول لك الماضي ديالها كله، باش تعرفوا هذه القضيه. كاين شي وحدين كيهضر مع شي اجنبيه كيبدا يقول لها كلشي، غتثق فيا باش هذه راني صريح، هضره كلام فارغ هذا. هذه اولا. ثانيا الا بغيتي اجنبيه ومشيتي معاها وزم فمك، سكوت، شوفوا سكوت. مشيتي عندها هذيك دولتها غادي عندها وشوفوا سكوت، تبع لهم التقاليد ديالهم، التقاليد ديالهم تبعها، شوفوا تبع وقول وسكوت. خلينا من تقول دخل في الاسلام، دخل في التقاليد، دخل لحم حلو، ما سوقكش في هادشي. تم غادي رضيتي وغادي معاها صافي كمل معاها، جابت توريها. المهم هذه نصيحة الأمر، سير معاها كمل، شوفوا سكوت وغادي معاها، قادي شغل تجي من عندها، ما عمرها تجي من عندك، خليها تجي من عندها. انت جات من عندها هي صافي كتبرد، انت عارفه جات من عندها. اما الا جات من عندك راه مشكله. اوكي، راه مشكله، تدخل في واحد المشاكل مع، يعني بلا ما نقول لكم عليها. المهم هذه هي باش تعرفوا، غتبقاو تهضروا. حنا عندنا عقده مع الاجانب. دابا واحد كتلقاه واخا تلقاه كما كان مثلا مغربي، كما كان قاري من عائله، يعني من عائله واعيه، من عائله بخير، كلشي بخير، مثلا كيكون قاري، مثلا كتلقى ما كاين ما يدار، ولا كيبغي كيقول لك دبر على اجنبيه كما كانت. هو ملي كيشوفها اجنبيه، عقده الاجانب ملي كيشوفها اجنبيه كيحترمها، واخا تكون هي في بلادها ما قارياش، مساويه حتى بصله، ما قارياش، دماغها خاوي، ولكن قاوريه، دبرت على قاوريه، وتقراها بعدا قرا دماغها في الاول، كيفاش كتفكر قبل ما تبدا مشاكل. ندوزو القصه بلا ما نكثر عليكم. هذه نصيحه بغيت نقولها لكم، لان هادشي كيكثر، وهادشي راه بزاف. القصه هي السيد المغربي عنده الاجازه. المهم في المغرب ما كاين ما يدار، واخا هو من عائله، المهم عائله محترمه، ولكن ما قراو ما لقى الخدمه هذه، دبر على واحد المكسيكيه. المهم بلا ما نطول عليكم، دبر على واحد المكسيكيه، تزوج بها، جا للمكسيك. مهم هي في الشمال ديال المكسيك، تقريبا حدا امريكا، الحدود الامريكيه. من هو كان الحلم ديالو، قال لها باغي نمشيو للميريكان. المهم كان هضر معاه، قال لها ما غنمشيو للميريكان. قالت لي اييه راه ساهله باش نمشيو، هذه غنجي هنايا بوهام، نبعث الوراق، نسوق الوراق، من بعد غنمشيو للميريكان. اوكي، هو جا غنلقاها ساكنه في واحد القريه باديه عروبيه. المهم هو مشى، ما قال ماشي مشكل، بقى معاها طول، هي جادت لي، دخلاتو لهاديك
العروبيه ولا باش تنسيه في الحلم ديالو في كل شيء، باش يبقى هي ما بغات في الامريكان لا ولا يحزن مع والديها، باش يبقى مع والديها ومعاها. وشوفوا القصه فين غتوصل. المهم بقى معاها غادي الامور، ولا قال لك كان صوبوا. المهم صوب الاقامه، بقى معاها تمايا، ولا كيقول انا ما بقاوش يخرجوه باش يحنت في هذيك القريه يعني بعيده، ولا كيشوف كيقول لك انا جيت انا اللهم نعاون، ولا كيعاون حتى هو كيمشي يغسل لها البقار الدجاج، يحيد يعطي المال هذا العلف هذا، مشى بقات الامور غادا هكا، هما غاديين معاه بحال هكا وغادي مجموعين الى اخره. هو ما عرفش راسو غتدخل، قال لك انا ما عرفش راسي دخلت في الفخ، يعني خلاوه تمايا. ولا كيشوف ولا كيمشي كما قلت لكم كيعطي هادي نوض الصباح يوكل هادي بقات الامور هكا. المراه حملت، مني حملت هو صافي، من شاف راسو المراه حملت وغادي عنده ولد فرح ونسى كلشي، وبقى غادي ولا غادي مركز غير على مرتو حامله غتولد الى اخره. ولا هو يعني نسى هو الميريكان، نسى كلشي، نسى الحلم ديالو، بغا الولد. يعني تما عارفين واحد كيولد سيرتو في الغربه كيفرح في الاول. بقات الامور هكا. هي ديك المراه عنده مني حملت ولا كيدير كلشي تقريبا، ولا كيطيب ولا كيغسل البقار، يغسل شوف بالاجازه ولا كيغسل البقار. عرفتي اش قلت لكم خوتي؟ حداو راسكم، ما تبدلوش شي حاجه، مثلا تبدلوا من حفره، تبدلوا حفره بيبيه ولا بغار. هو فين ولا كيولى هو كي مع الدري قال لك مع المراه حملت ماشي مشكل، نسى هو حياته نسى كلشي، بقى داخل في هذا الفخ هو ما عارفش. المراه ولدت حملت ولدت الدري، المهم كبر شويه، وصلت عند واحد ديك تقريبا 6 سنين 7 سنين. هو غادي مع تا هو مشى ضاع، قال لك وصل لدرجه ولا صافي، ولا كيقولوا ليه ولا كيعطي البهايم ولا يصبغ ولا اي حاجه يقولوا ليه هي نسابو خصو يصبغ خصو. حتى كاينه واحد القضيه فعلا، انا واحد ما كيتزوج مع وحده في هادي مع دارهم، والسيد كان درويش وولد الناس هادو. دابا احنا دابا نعطيك مثال، دابا المغربي ملي كيجي هنايا مثلا بحال هاد المغربي دابا هو كيبين لعائلته بانه شو كيخدم كيشطب كيطيب هادي باش يقول واه بنتنا خدت راجل، وكيل لا هما راه في نفسه كيحقروه، شافوه كيحقروه كيقولوا لي صبغ دير هادي جيب هادي، كيرجعوه بحال شي سراح بحال شي عبد باش شو الفخ. المهم ملي بقى بحال هكا بقى يلبس مزيان، قال لك تهلك في المعده ديالو مع الماكله طحناتو ديالهم، ما بقاش كيلبس مزيان، صافي تكرفس، النفسيه مشات. ولا قال لك من بعد وعاد ولا كيفكر انا جيت درت دابا، انا جيت هنا وليت سراح، عندي اجازه، كنا نبغيو نمشيو للميريكان، كنا نبغيو نعيشوا حياه زوينه، ولينا دابا صافي صاب راسو دخل في ما عندوش فين يمشي، ما عنده لا فلوس ما عنده والو، عنده ولد اش غايدير؟ ولا كيفكر انا اش درت هو راه قال لك انا دابا الغريب في الامر شكون جات حطمو هي في الاخر قالت لي باغا صافي راه العلاقه سالات باغا نطلق هادي قال له وانا فاش غنمشي؟ قال لك اش قالت لك انا ملي قالت لي تصدم، قلت اش غندير نقتلها، اش غندير يا ربي ما عندي فلوس فين نمشي قال له تطول انا دابا ثقت فيك، قال لك بقى فيا الثقه اللي ثقت فيها وثقت فيه وعائلته. المهم قال لي انا فين غنمشي دابا، ما عنديش فين نمشي لا فلوس لا والو، ما عنده لا لاسيرونس ميديكال، ما دارت ليه لا حتى شحال اكونت بونك لا والو، عنده غير الاقامه، راس مالو غير الاقامه. قال لها فين غنمشي انا معاها هي؟ ما قالت لي بغيتي تبقى هنا بقى خذ اي بيت نعس فيه هنا وبقى ما عندكش مشكل. علاش؟ حيت هي ما تخليش يمشي، حيت لا مشى هو طرات ليه شي حاجه في المكسيك راه هي المسؤوله عليه، هما كيديروا هاد السياسه، خلاتها تما قالت لي برك هادي. المهم انا اش قال هو؟ قال انا ما عندي فين نمشي، انا بوحدي هنا مع لا حنين كريم الدار، ولا يبقاش نهضر معاهم ولا حشمان، اش غندير؟ قال لك فكرت غنمشي بالطريقه ديالي، غنبقى هنايا حتى على الاقل نرجع غير النفسيه ديالي ترجع مرتاحه، نرجع النفسيه ما غنمشيش مدمر لا فلوس لا والو، النفسيه مدمره، ارتاح واحد شويه ترجع النفسيه ديالي
ونرتاح، ندبر على شي زيق ونزيد ندبر على فرصه باش ندخل لامريكا. ولكن دابا ما عنديش، انا دابا بلوكوني، هما داروا ليا بالعاني بلوكوني حتى الاخر، قال لك عاد عقد. حيت هما كيديروا واحد البلوكاج، اكثريه كيديروا واحد البلوكاج تبقى حداها وتبقى تابع عليها باش دير هي ما تبغيش تخليك توري شوف وتمشي تدبر وتخدم وهادي تحاولوا باي قدر يخليك في نفس المكان وتبقى وغادي في الاخر ما تعيق، كتلقى راسك صافي دخلت للفخ، ما عندك ما دير وليدي. واش فهمتوا؟ دابا صافي ما عنده حل دابا الا يصبر كما قال هو، ترجع للنفسيه ديالو هادي ويزيد بحالو لامريكا. قال لك بقيت باغي لا ولاد لا عيالات ولا يحزنوا. قال لك حتى بعد خطرات هي حيت هو ساكن مع واحد البيت تما كيبات فيه. قال لك رغم بعض المرات كتجي عندي اجي نعس هنا، دخل عندنا هرب نعس معايا مع ولدك. قال لك صافي النفسيه ديالي ما بقاتش باغا نهائيا. قال لك صافي بحال راه فعلا هاد الكرامه ديال الانسان، الراجل راه معروفه، هذه الكرامه ديال الراجل تمسات صافي مع المراه والو ما كيبقاش يرحم، ما كيبقاش يبغيها، ما كيبقاش صافي داك العلاقه كتموت صافي. قال لك فعلا ما بقيت صافيها من نعس حداها ولا نعس معاها. قال لك نبقى هنايا حتى قال لك الحمد لله بعدا فزنا بهذيك الاقامه، كل ما كانت كره مشكله. المهم والقضيه الاخرى هذه زعما القضيه اللي شويه قال لك كنفكر، وليت كنفكر كنرجع الماضي. انا قلت لك ملي كنت في المغرب، قال لك ملي كنت في المغرب وكنت ملاقي مع هاد المكسيكيه، الوالده قالت لي يا مو شو الوالدين حست قال لي حلمت قالت لي يا ولدي راه حلمت تلاقيتي مع شي وحده غليظه راه غتحطمك وغدير لك فلوسك وصحتك وكل شيء. قال لك انا عاد عندي راه قافز. قلت لها الوالده اش منه غليظه، واش انا خليت لكم المغرب وخليت لكم المغربيات، انا راه غادي هربان عند المكسيكيه. هو اش كيصعب على الوالده ديالو حلمت على في ديال المغرب، عيالة ديال المغرب، وانا ما عارفش راه حلمت بهاد المكسيكيه، ولكن هو كيصعب على كتهضر على المغرب. المهم الخوت من هاد القصه ديو اللعبه، الاكثريه غيطيح في هذا الموقف. ما كنقولش كلشي، انا ما كنعممش، الاكثريه يقدر يطيح في هذا الموقف. راه طايح بزاف قصات وقصات كثيره، راه من مره نعاود لكم. الناس كتجي ولكن ساكن ما كيجيو كيتبلوكو كيدخلهم واحد الفخ، ما كيبقاش يدير والو مسكين. هو ما قاد يقول لدارهم حشمان، ما قاد يمشي باش يتحرك، ما قاد صافي بقى تما ما عنده ما يدير. حتى الا دار شي حاجه راه يطلع على البوليس مشى فيها، يقدروا يديروا ليه شي مونتيف. هادشي اللي كاين اخوت، هادشي بغيت نقول لكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.